بسبوسه بالسمنه منقطه، اللي ريس عليك العطا، انا عايزه اتوب بالعطعطه وده باختياري. يا ماجستير في الهاشتاج، انا قلبي جالك اهو اشتكى وانت ولك. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شفتوا البسبوسه؟ عايزين تعرفوا طريقتها؟ خشوا على القناه وانتوا تعرفوا طريقه البسبوسه القمر دي. معلش بقى انا بقالي كتير مش بصور، بس صدقوني لما الاقي تفاعل في القناه وكده هصور تاني. البسبوسه سهله وسريعه ومش هتاخد وقت خالص ولا هتاخد منك مجهود، ويلا بينا اقول لكم على طريقتها بسرعه. بصي بقى يا عسل، هنجيب كيس حلو الشام بسبوسه جاهزه، وفي حاجات هنضيفها. النوع ده جامد جدا على فكره، وانا بستعمله على طول، تحفه وسهل جدا في التحضير ومش بياخد وقت. انا فضيت محتويات الكيس وحطيت رشه ملح بس ما تصورتش للاسف، وقلبتها. وهجيب على طرف المعلقه بيكنج باودر، معلقه صغيره جدا، المعلقه الصغيره على طرفها هحط بيكنج باودر. لازم تركزوا، هي مش مكتوبه على الكيس، بس انا لما ضفتها ادت شكل تاني للبسبوسه وطعم طبعا. هجيب زي ما قلت لكم على طرف المعلقه اهو بيكنج باودر تمام. وهقلب كيس البسبوسه على رشه الملح على طرف المعلقه الصغيره بيكنج باودر. انا بعيد وازيد عشان الناس ايه اللي لسه بتتعلم تعمل تبقى مركزه في الحاجات دي. هي البسبوسه عباره عن تركات، لو عملتيها صح هتطلع 100 واحلى بسبوسه انت عملتيها في حياتك بصراحه. خلاص قلبتهم مع بعض. هعمل ايه؟ هجيب ايه تاني؟ هجيب سمنه عادي من العلبه، مش لازم تكون مجمده ولا سايحه ولا اي حاجه. سمنه مش هتنفع زيت لان مش هتديكي طعم كويس يعني. وعلى فكره السمنه بتجمد البسبوسه لما بتحطيها في التلاجة، فلما بتيجي تقطعيها بتتقطع حتت كده، لكن الزيت هتبقى مفروله شويه منك. انا حطيت كام معلقه؟ حطيت 4 معالق، مش كبار مش مليانين، 4 معالق عاديين سمنه. انا حطيت من العلبه على طول. وهبتدي اعمل ايه؟ افرك البسبوسه. وهعمل ايه تاني؟ هبسها زي ما تبسي العجينه بتاعه الكحك بالظبط. انا بس ايه بقلبها بالمعلقه، وبعدين هبتدي ابسها واحده واحده عشان الدقيق يشرب من السمنه. احنا قلنا ايه المكونات تاني اللي حطيناها مع الكيس؟ رشه ملح وعلى طرف المعلقه الصغيره بيكنج باودر. بص انا بعد ما بسيت البسبوسه مع السمنه، بصوا شكلها تحفه جدا، شربت السمنه خالص. لازم تقعدي تبسيها كده. انا بعمل بايد واحده طبعا عشان الايد التانية بصور بيها اهو. بدخل كل حبيبات البسبوسه في السمنه عشان تبقى متشربه منها. وبرده ما حطيتش نص كوبايه سمنه زي ما مكتوب على الكيس، هو مكتوب نص كوبايه سمنه، لا انا ما حطيتش، حطيت 4 معالق بس سمنه. وادي كوبايه الزبادي اهي كبيره، لو ما فيش كوبايه كبيره حطي كوبايتين صغيرين عادي مش مشكله، بس مش اقل من كده عشان ما تطلعش ناشفه معاكم. فضيت علبه الزبادي على المكونات الجافه وبقلب، بس مش اكتر من كده، باطراف صوابعي بقلبها مش اكتر من كده. اوعوا تعجنوا البسبوسه يا جماعه، لو عجنتوا البسبوسه هتطلع منكم عيش ناشفه جدا، مهما تحط لها شربات مش هتظبط. اهي طراطيف صوابعك زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. البسبوسه مش بتتعجن يا جماعه، انا بعيد وازيد عشان الناس اللي لسه بتتعلم. معلش بقى عشان بصور بايد واحده فالطبق كل شويه بيتزحلق، بس البسبوسه مش بتتعجن. بصوا قوام البسبوسه عامل ازاي، ولا هي سايله ولا هي متماسكه. بكده هتعرفي ان هي هتطلع معاكي احلى بسبوسه هتعمليها او عملتيها في حياتك بجد يا جماعه. وما تعجنوش فيها زي ما قلنا. انا بحب اعمل في الصينيه او الطاسه دي، بتطلع البسبوسه مقرمشه وتحفه. فدهنتها
معلقة زيت وشوية سمنة صغننين. طبعا انا سخنت الفرن على 180 درجة وسبتها تسخن جامد، وفضيت البسبوسة في الصينية دي. على فكرة صينية طاسة، وبشيل الايد منها فبتبقى صينية عادي شغالة الاتنين يعني. بسوي البسبوسة اهو بالاسباتيولا او بايدك عادي مش هتفرق. وبعد ما اسويها خالص واتاكد ان هي كلها سوا بعض، بديها خبطتين على الارض مش على الرخام عشان ما تتكسرش اديني قلت لكم اهو. وبعدين عشان اتاكد ان كلها سوا واحد، عشان ما تطلعش حته هابطه وحته عاليه، فالدنيا تبقى مظبوطه. بسويها كويس جدا وبتاكد ان الدنيا تمام. وبعدين بعد ما اديها خبطتين على الارض ببتدي احطها في الفرن، وبعدين اعمل الشربات. هوريكم شكلها بعد ما اديتها خبطتين شكلها عامل ازاي كده. بصوا اهو بعد ما خدت خبطتين على الارض كده محترمين. خلوا بالكم برضو بالراحه عشان الصينيه ما تتجرحش منكم. وانا مسخنه الفرن على 180 درجه، لازم الفرن يكون سخنه جدا. وهعمل الشربات والبسبوسه بتستوي في الفرن. انا مشغله الفرن من تحت. الشربات ده عباره عن مكتوب على الكيس من بره ان 1.25 كوباية سكر على 1.5 كوباية ميه. انا حطيت 1.25 كوباية سكر على 2 كوباية ميه. ده المقدار المظبوط اللي بيتعمل بيه الشربات على طول. شربات الكيس على طول اللي هي البسبوسه الجاهزه على طول انا بعمل المقدار ده، وبتطلع بصراحه تحفه وشكلها جميل، وبصراحه لا يقاوم. هشغل عليها النار. الشربات مش بيتقل، الشربات بيبقى خفيف جدا. وبعد ما يغلي هحط عصرة ليمون. وبعد ما اشيل الطاسة او الكسرولة من على النار بحط رشة فانيليا، بتدي طعم تحفة للبسبوسة كأنك جايبها من بره. دي حاجات برضو مش هتلاقيها مكتوبة على الكيس ولا حد هيقولها لك. انا عملتها وبقولها لكم اهو عشان الناس اللي لسه بتبتدي تعمل حلويات والكلام ده كله، وصدقوني هتفرق معاكم في الطعم وتبقى تحفه. انا دلوقتي هرفعها على النار واخليها تغلي، واروح طافيه عليها وعصره ليمون اهو بتغلي على النار اهي زي ما انا قلت لكم. انا حبيت اوريكم بس شكلها. حطيت عصره ليمون. بعد ما اطفي النار عليها خالص هرش رشه فانيليا. حبيت بس اوريكم مراحل اكتمال الامر زي ما بيقولوا. البسبوسه اهي ابتدت تشرب السوائل فيها. هعرف ازاي ان هي ابتدت تستوي؟ لما الحروف تحمر وتشرب السوائل كلها اللي فيها كده زي ما انتم شايفين. خلاص هي شربت السوائل كلها والحروف احمرت زي ما قلت لكم. هبتدي بقى اطفي النار من تحت واشغل الشوايه عشان تاخد لون، وارجع لكم تاني اهو. بص شكلها تحفه. طبعا بعد ما شغلت الشوايه عليها، وانا مشغله الشوايه عليها شغلت النار على الشربات عشان يغلي ياخد له غلوه كمان، علشان لازم اول ما اطلع البسبوسه من الفرن اسقيها بالشربات يكون سخن. لازم دي اهم حاجه لنجاح البسبوسه. انا بقول لكم على الخطوات، مش كل الناس طبعا تعرفها، وفي ناس شاطره جدا. انا بقول للناس اللي لسه بتتعلم تعمل الحلويات. ان شاء الله في فيديوهات تاني لحلويات كتير والاكل كتير، بس استنونا. انا هجيب الشربات دلوقتي واجيلكم. سمعي التش دي لازم تسمعوا، لازم. بس انا حطيت الشربات كله فيها. بصوا طبعا غطيت على البسبوسه بعد ما حطيت لها الشربات وشربته، وسبتها تبرد خالص، وبعدين حطيتها في التلاجة. وده شكلها بعد ما طلع من التلاجة. بس لازم تغطيها وهي جوه التلاجة بستريتش او ما عندكيش بكياس تلاجة نظيفة زي ما انا عامله كده. بصوا بتتقطع بمنتهى السهولة وفي نفس الوقت دايبه تحفه بصراحه. طبعا انا ما قدرتش امسك نفسي وكلت منها بصراحه. بصوا 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 اللقطه دي. ايوه بقى دايبه بطريقه فظيعه فظيعه فظيعه. مش عارفه اقول لكم، التصوير ظالمها جدا. تحفه، طعمها خيال، سكرها مظبوط جدا.
انا عندنا هنا في البيت بيحبوني اعمل لهم بسبوسه على طول من كتر ما سكرها حلو، مش يضايقك وانت بتاكلي ولا اي حاجه. لو عجبتكم الطريقه يا ريت تعملوا لي سبسكرايب او اشتراك في القناه، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل جديد على قناتنا هنا جولابو كيتشن على اليوتيوب، وعلى الفيسبوك مطبخ وردتي. اتمنى كل الوصفات تعجبكم.